سجل دخولك وافتخر مبلوخ يا عليك دخل حبك وصل حنا كذا حنا كذا مهما نادك وهذا افعالنا يعني كذا نضرب ينعس على كل الفتن لا تنبض للحرب دم تحسب الواري والحرس السيف الازرق والفرس صبحكم الله بالخير يا رفاقة الخير. نحن الحين موجودين في البرتغال عشان نطلع واحدة من قنابل المستقبل، مكلارن سنة. السيارة هذه سموها على أنتون سنة، واحد من اللي تتوقع كذا انه ما بي ريسنج درايفر نفسه في التاريخ. كل الريسنج درايفر مال فورمولا 1 اتفقوا انه هذا هو البطل. السيارة هذه يعني قمة في الخيال. وأول شيء الواحد لازم يعرفه أنه هذه مش مبناية على 720، هذه السيارة في الألتيميت كار. نفس ما عارفين مكلارن عندهم 3 أنواع من السيارات، عندهم ألتيميت سيريس، عندهم سبورت سيريس، وعندهم سوبر سيريس. فهذه نفس السيريس مال البي 1 والبي 1 جي تي ار. هذه السيارة في الألتيميت سيريس أرقامها خرافية، 800 الهورس باور، 800 التورك، و800 الداون فورس مال السيارة. كل شيء فيها تكنيكال، كل حفرة في السيارة هذه تكنيكال. لكن السؤال، ليش هاي السيارة قيمتها 4 مليون درهم، او تبدا من 4 مليون درهم تسكر تقريبا على 5 مليون درهم؟ هذه السيارة كانها مال سباق نفس ما عودتنا مكلارن، سيارة سباق تعالوا سوقها في الشارع، وهذه رود ليجل وامورها طيبة. واحد على سبيل المثال، الجناح هذا اللي هو كاربون فايبر، هذا مع الديفيوزر الخلفي يقدر يشلك 500 كيلو داون فورس. السيارة كاملة تاخذ لك 800 من الداون فورس. خليني اخذكم لفة سريعة. ليش هاي السيارة وزنها 1198 كيلو؟ كيف سيارة قنبلة نووية نفس هذه، نفس هذا وزنها. عندك هذا ليناح هذا يقدر يتحمل لك فوق 800 كيلو، يعني الديفيوزر والليناح 500 كيلو ينزل لك السيارة على الأرض. وزنها كم؟ كم؟ 5 كيلو. عندك هذا المونوس اللي هو الجنريشن الثالث من مكلارن، هذا اقل عن 95 كيلو. الباب اقل عن 9 كيلو. السيت هذا مع البوشنز الموجوده داخل، طبعا السيت كامل كاربون فايبر. السيت هذا وزنه اقل عن 3.5 كيلو. اذا شلنا هذين اقل عن 3 كيلو، 2.9. فشيء فظيع، شيء خرافي يا عسكر. تقريبا نص كيلو، 660 جرام. متقال السيارة very light. ومن الشغلات اللي مسوينها وايد حلوة، هذه الفتحة كانت في الباب، فقالوا شو نسوي بها؟ قال خلينا نحط خلي المكان زجاج او بلاستيك مضغوط عشان اللي يسوق السيارة يحس كأنه سايق دراجة، يعني يحس انه هو قاعد في الشارع. وطبعا في ناس تقول لك والله هاي السيارة تحس بها انك تقدر تشوف الايبكس وين، الخطوط وين، يعني فيزيبيليتي افضل. ولكن جنون، كل حد يشتغل على السيارة في سنتين فقط. طلعت من 2016 كانت بلانك شيت ما فيها ولا شيء. 2018 نحن الحين نسوق السيارة، يعني سقناها في الحلبة ريس كامل مليون. حباكم السيارة هذه بس مش طبيعية من الخارج، لا هي خرافية بعد من داخل. تفتح طبعا من هني كيف يبين، طبعا ما في شيء ما له لازمة في السيارة. عندك اجدد ما وصلت له مكلارن اللي هي حركات 720، الشاشة والانفوتيمنت سيستم، تعرف انه كل شيء بيرفكت. هذه تنزله، ولكن احلى شيء فنان وحركات ومش عارف شو. وطبعا حتى هذا يقول لك فانكشنال. الباب من هنا يتبطل، اوكي، ومن هني تشغل السيارة. عارفين شرات مواتر منصوري؟ من هني تشغل الليتات، يعني شي كأنك تسوق طيارة حربية، وهني تشغل السيارة وتطير فيه. وعشان تعرف انه هذا الموضوع خرافي، نحن خلينا نسأل الطيارين. ميود،
لا بذمتك هاي مو بحركات طياره؟ حركات طياره حربيه مش مو طياره مو بكنا اف 16 وبطير شكلها شكل اف 16 صراحه. والاشياء اللي سويتها هناك حسيت عمري انا قاعد في اف 16 اليوم. ماشي بس باجي تو ميسايلز اصلا انا كنت مسوين هالفتحات شي عسى بتطلع صاروخ فيهم. اوبشن ام اس او فكره مش غلط يعني عادي عادي ما تعرف شو زين. طبعا كل هذا وهني ما في شيء ما له لازمه. هم حطوا لك السوالف هذه كلها هني عشان ما يسوي لك ولا فتحه في السياره. هني اي مكان ما يحط لك ولا فتحه. هذا بادي السياره هذا اللي تشوفه اللي هو المونوسل. لابس لهم سوبرمان عشان نقول لهم الجميع ثابت وسوبرمان وعيش الحياه. فانا اقول لكم هني الجميع ثابت ليتس هابن ان ذا كار. شو رايكم ناخذ السياره هذه من وسط البرتغال ونعطيها ريس كامل في الحلبة؟ الجميع ثابت. طالعين نحن الحين من البيت. نفس ما قلت لكم السيارة 1198 الوزن. عبارة كلها عن ايرو دايناميك وهذا كيف نعرفه في اللفة اللي بت الحين. شوف البريك كيف ترده ثاني وتسوى دايف حق التراك. ما عندها واحد اثنين ما تتفاهم وياك. وعندك هني ستريت ما تشري لك عن البريك ما تشري لك عن الريس. عن البريك منو وتحنى البريك. تحنى البريك تتدخل قد ما تقدر في البريك امورك طيب. اوكي اكثر سؤال بينسال كيف تتقارن بالبي 1. هذه سياره 16 متر تقدر تضرب فيها بريك من سرعه 200. هذه السياره توقف اسرع عن المكلارن بي 1 ولكن لانه فيها جناح عود المكلارن بي 1 توصل لسرعات اكثر. هاي سرعتها كامل 335 كيلومتر في الساعة. تتكلم عن الوناسة تتكلم عن الإبداع البريطاني. فهذه هي السيارة نحن هنا في البرتغال. السيارة ما تقول لا والله العظيم ان حد لعبان اقسم بالله انها تحلق في السماء الرابع. والحين قدامنا واحدة ثانية الحين بنلحقها وبنحاول ان نفجرها ونطيرها يعني نعدمها. شوف حالات ادراك شوف. وبانك انت لما ترشهم اللي قدامك فنفس ما قلت لكم هذه هي اللفه اللي نحن نمشي عليها 110 تقريبا بال 720 هي 140. تفتش هناك قدامنا سياره لازم ناخذها لازم نطيرها. شوف العداد يلعب يبغى يلعب اللعب. ترش بريك كامل وطول اليوم نحن جالسين نسوي كذا. ترش البريك كامل امورها طيبه. السياره مو ما تقول لا. ما ادري الكاميرا تقدر تصور في موتر قدامي لكن شايف الحياه. قال لي وناسه والله العظيم هني بهالموتر في التراك هذه اقسم بالله واقطع. فالموتر وايد ماشيين فيه اللي هو بالاير دايناميك. شوف هاي اللفه كيف قويه تلف على بالاير دايناميك بس السياره تمشي بالاير دايناميك. الموتر قدامنا ان شاء الله بنشقه. عاد سياره ب5 مليون سامحوني اذا ما قدرت اتكلم عدل لانه ب 5 مليون هذه. فالحين عندنا هذه اللفه اللي بعدها هي الستريت وهني تثبت الموتر تثبت قد ما تقدر تثبت كله ايرو دايناميك. شوف اللي قدام يضرب بريك لا تضرب بريك خلي الموتر الايرو دايناميك ماله يشله. هنا نحن في المقدمه والجلد يا عسكري الجلد يا عسكري الجلد. ما اضمن I cannot trust. ضربنا بريك قبله ولكن يا عسكر شاقينا تعال حبيبي خلينا ناكلك. تعال خلينا ناكلك. مع السلامة عصفور طلق حمامة. شقينا يا عسكر شيء خرافي عجوبة الزمان. وما يقول له فيك الكورنر تقدر تفر الموتر كذا في الكورنر تفره. هو بيضبط عمره عنده الاثنين يعني. نحن سقنا هنا هذه اظن اللفه ال 12
هذه السيارة شاحت شوية على الخفيف، لكنك بض يده، لا تسوي له يده العبوان، بض يده. مو ترى شو عليك جبته 5 مليون، يعني بطل الباب وشرد. والله شغالات ما شاء الله بالرجال، امتحانه. خبرونا انه هذه هي اللفه الاخيره، يعني الله يعلم متى بنجتمع بهالسياره ان شاء الله رب العالمين مره ثانيه. ولكن السياره ولا اروع. رايي فيها هل هي تستحق انها تكون في الالتيميت؟ حبيبي ابو الالتيميت بعد. خلصنا يا رفاقة الخير اللفه هذه. صراحه السياره ولا اروع، صدق 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 ولا اروع. تستحق وبجداره جداده منه، تستحق وبجداره انها تكون هذه السياره في الالتيميت كار من ماكلارن. ابدعوا في التصميم، ابدعوا في استخدام الباور اللي موجود فيها السياره لابعد الحدود. احنا وصلنا تقريبا للليمت، لكن nothing beyond the limit. فالسياره ولا اروع. كانت طلعه خرافيه، يعني صدق صدق السياره تستاهل كل شيء فيها. هذه الريسنج كار ومن الخاطر. للأسف الصوت ما كان واضح في التصوير، ولكن هذا المختصر. وأول سؤال هو دام هذه في فئة الألتيميت كارز من ماكلارن، يعني أقرب سيارة تتحداها هي البي1. خلنا نشوف أول شيء الأرقام. الماكلارن بي1 1395 وزنها، السنة أقل عنها ب200، 1198 كيلو. وهني يبدأ اللعب من الصفر ل100. البي 1 2.8 سكند، أما السنة 2.7 سكند. لل 300 كيلو متر في الساعة، السنة 18.8 ثواني. ولكن المكلارن بي 1 وبسبب جناحها اللي يصير ادابتد وصل في 16.5 ثواني. السرعة كاملة للمكلارن بي 1 350 كيلو متر في الساعة، أما السنة 335. السنة تقريبا أسرع بثانية على أغلب لفات الحلبة، وسواقتها رهيبة جدا جدا، وتعلم كيف تطور من عمرك أكثر لين ما تصير ماستر. البي 1 من ناحية أخرى تبقى القنبلة النووية من مكلارن والأخ الكبير للسنة. لما تسوق المكلارن بي 1 تسمع الصوت بس شي توربوات شغالة مليون، وتسمع صوتها بشكل واضح كل ما أنت قاعد تسوقها في الحلبة. هذا ما شفناه في المكلارن سن، ومن الأسباب اللي تخليها بهذا السعر ندرتها وقوتها. وكل سيارات مكلارن في الألتيميت تعتبر جوهرة ثمينة للاستثمار. مثلا المكلارن اف 1 وصل سعرها 50 مليون دولار. أصدقائي هذا كان في الليمون ريس وفي أستون مارتن Vantage, and the car what happened, broke or? Yeah, the drive shaft broke. The drive shaft broke after 22 hours, so 2 hours to go. The next one, man. The next one. Thank you so much. Pleasure. السيارة هاي في 2016 كانت على ورقة، يعني كانت على ورقة وما حد يعرف عنها أي شيء. فجأة وخلال سنة ونص سنتين السيارة جاهزة هني، وإحنا وي درايفنج تو ذا ليميت. 10 سيارات موجودة هني، والسيارات كلها هذه بري برودكشن، ولكن هي نفس البرودكشن كار، لأن 500 سيارة ما بتكون مال اللي هم الكاستمر اللي بيشترونها. السيارة روعة، يعني قمة في الخيال. هل تستحق انها تكون في الالتيميت سيريس مال ماكلارن؟ ديفينتلي وفوقها بوسة. السيارة يعني احسها انها التراك لما تدخلها تقدر تاكلها. الاولى كنت يعني شي واثق من نفسي مش عارف شو، عبالي اني وصلت الليمت. لما جيت على السيشن الثانية ولما وصلت على اللفة الخامسة والسادسة، يعني مقارنه باللفه الاولى nothing. والله ان اللفه هاي الطويله اللي كنت نسوي بالانس على 140 قال لي حط ريلك كامل على الريس. فالسياره ولا اروع. 290 280 تحط ريلك على البريك توقف، مش مره ولا مرتين طول اللفات. 12 لفه لفينا هني. فانا اقول لكم الجميع ثابت من هني من البرتغال. كنا محظوظين ان نسوق واحده من السيارات هذه، ما اعرف متى بنسوقها مره ثانيه، ولكن ان شاء الله رب العالمين قريبا في مكان ثاني. اذا كنت مو مشترك اشترك، فعل الجرس عشان انت دائما تشوف الفيديوهات اول واحد. هذا سناب شات وهذا انستغرام، واذا ما كنت شايف الفيديوهات مال الاسبوع اللي طاف روح شوفها واستمتع. وانا من هني اقول لك الجميع ثبات.